حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني متنسوش اللايك والشير والكومنت، واللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل معايا على رقم الواتساب الموجود قدامكم على الفيديو. طيب النهارده هنعمل مع بعض قراءه، هنشوف رسائل من حبيبك عنك. الرسائل دي مداريه او مخبيه كل اللي جواه، رسائل هو مش قادر ان هو يقولها، مش قادر ان هو يخرجها، مش قادر ان هو يتكلم فيها. يعني دي بتكون رسائل بالاسترسال او كلام جواه هو مش بيحكي فيه او مش بيتكلم فيه او مش بيخرجه. مبدئيا كده هنشوف طاقته هو الاول. سوري. ماشي. طيب شايفه ان الشخص ده في ناس في حياته او في ناس حواليه اتقلبت عليه. ممكن الناس دي كانت بتساعده، بتدعمه، بتقف جنبه، ولكن الناس دي اتقلبت عليه. بس الناس دي بالنسبه لك انت سلبيين. ليه؟ لان هم ممكن كانوا بيملوا دماغه من ناحيتك، بيقلبوه عليك، كانوا بيساعدوه على الانقلاب في العلاقه ما بينك وما بينه، او ان يحصل مشكله ما بينك وما بينه. تمام. شايفه ان شريكك او ان الشخص ده يعني زي ما يكون كده في حد ماسك عليه زله، في حد كسر عينه، في حد يعرف عنه حاجه وماسكها عليه، في حد بيهدده بحاجه، في حد وجعه بحاجه، في حد مضايقه بحاجه. يعني كأن حد كده ماسكه من ايده اللي بتوجعه. تمام. او كأن في كارما في حياته، ممكن تكون دي كارمتك انت، ممكن تكون انت دعيت عليه، هو اذاك، هو وجعك whatever، فربنا مثلا بيجيب لك حقك منه. تمام. او كأنه بيتعلم درس. تمام. علشان يعرف قيمتك. الدرس ده اساسه ان هو يعرف قيمتك، ويعرف قد ايه انت كنت حاجة مهمة جدا في حياته، وكنت حاجة محورية جدا في حياته، وكنت حاجة ليها قيمة في حياته. تمام. شايفة ان الشخص ده في بينك وبينه سور، ولكن هو بيفكر فيك، لان طبعا في طاقة انفصال، فالشخص ده بينه وبينك سور، لكن بيفكر فيك كتير جدا. ولكن في نفس الوقت البني ادم ده مشتت، او الانسان ده مشتت. تمام. هو شخص مغرور، شخص نرجسي، شايف نفسه يستحق كل حاجة، واللي حواليه ما يستحقوش اي حاجة، مدخل نفسه في مشاكل كتير، مدخل نفسه في حوارات كتير، فعشان كده هو مشتت ومنهار وتعبان وبيفكر في مليون حاجة، وطاقته ما يعلم بيها الا ربنا. شايفة كمان ان الشخص ده بيبذل مجهود مع نفسه كبير جدا جدا جدا، يعني بيطور نفسه او بيشتغل على نفسه، شايف نفسه نجم النجوم، شايف نفسه احسن واحد في الكون، وعلشان كده هو متكبر. تمام. ما حسبهاش صح، يعني هو وقعة وحشة، ولكن غروره ما كانش مهيأ له ان هو ممكن يقع الوقعة دي في يوم من الايام، او انه ممكن يحصل له الدروب ده او المشكلة دي في يوم من الايام. شايفة ان هو ليه حق عند حد، وبيفكر ياخد الحق ده ازاي. يعني بيخطط كده وبيفكر ازاي يقدر يوصل للحق ده، او ازاي ان هو يقدر ان هو ياخد الحق دوت من الشخص اللي واخده منه. تمام. طيب شايفة كمان ان هو المفروض يطلع من الوضعية دي، من وضع معين، يعني بيحاول يحمي نفسه منه، من اذى اللي حواليه، لان هو محدش حاسس بيه، او محدش يعني ايه، محدش بيهتم بيه، او محدش قريب منه. شايفة كمان ان الشخص ده بيتعمد قوي 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 ان هو يتجاهلك، او يثير فضولك، شغفك، علشان انت طول الوقت تقدم مشاعر، تضحيات، تنازلات، بالرغم من كل اللي بيعمله فيك. تمام. شايفة كمان زي ما قلت لك في الاول ان في ناس حواليك وبيتكلموا كلام مش حلو. تمام. او بيملوا دماغه من ناحيتك. طيب هنشوف طاقتك انت. طيب انت بينك وبين نفسك كده، لما بتقعد مع نفسك كده او بتختلي بنفسك، بتحس ان انت بتحب شخص تاني خالص. مش هو ده الشخص اللي انت حبيته، مش هو ده الشخص، لا، مش ده الشخص ده اذاك ووجعك وتعبك ووترك واذاك نفسيا، فانت حاسس ان انت اتوهمت في العلاقة دي، او حاسس ان انت اتضحك عليك في العلاقة دي. تمام. تمام. وتعبان جدا. تمام. حاسس ان في حاجة جواك مكسورة، مش قادر، يعني مش قادر تقف على رجلك زي الاول، او مش عارف ترجع لنفسك بتاعت زمان، وترجع في العلاقة دي زي الاول، لان العلاقة دي وجعتك وطفتك وسابت جرح جواك، وسابت جواك شرخ كبير، وتسببت لك في ألم نفسي كبير جدا.
انت بقيت من جواك حاسس ان انت محتاج ان انت تتعالج من الشخص ده، لان الشخص ده اصبح بالنسبة لك مرهق جدا، وانت تعبت كتير قوي قوي منه، من العلاقة دي. كل ما كنت انت بتتنازل وبتبذل مجهود، الشخص ده كان بيتوحش اكتر، الشخص ده كان بيئس اكتر، كان بيوجعك اكتر. الشخص ده مغرور ومتكبر، حاسس ان حنانك عليه يعني هو اللي قواه وهو اللي قساه، لان انت كنت حنون جدا جدا عليه، كنت بتديله حب ومشاعر ودعم واحتواء. والشخص ده بسبب كل المشاعر الحلوة دي للأسف يعني سبحان الله، في شخصيات كده سامة، بياخد الحب والحنان، بيمتص منك كل طاقة حلوة ويحولها لك انت لطاقة سلبية وحاجة وحشة. تمام، بقى قاسي معاك وبقى متعب. انت كنت مرتاح معاه، يعني انت في بداية العلاقة كنت مرتاح معاه، لكن اول ما اخد قلبك وسيطر عليك خلاص بقى وقح، بقى ما بيهموش حد، بقى بيمشي، بقى بيبعد، بقى بيديلك ظهره، بقى بيسحب قراراته، بقى بيسحب اتفاقاته، ما بقاش لي كلمة، ما بقاش لي وعد، ما بقتش قادر ان انت تثق فيه تاني. فانت دلوقتي بقيت بين نارين، يعني بين قلبك اللي انت اللي هو عايزه سوري، وعقلك اللي رافضه. طيب هنشوف بقى الرسائل ايه هي اللي هو عايز يبعتها لك او عايز يقولها لك ومش بيقولها، او مخبيها او مداريها، او انت صعب ان انت تعرف. طيب الشخص ده في البداية انبهر بيك جدا، انت كنت مميز جدا بالنسبة له، او كانت العلاقة دي مميزة جدا بالنسبة له، هو اخدك منور كده وجميل وفريش وزي الفل، كسر قلبك، عارف قد ايه انت كنت جميل ومبهج، وكان عايز يكمل معاك، ولكن للأسف هو كسرك وطفاك ووجعك وتسبب لك في ألم وحزن وجرح ووجع كبير جدا. آه، بيقولك ان هو يعني دي رسالة من الرسائل، بيقولك ان هو جرب مرة يبعد ويختفي ويشوف رد فعلك، وللأسف لقاك بتجري وراه، او لقى منك رد فعل ارضى غروره. تمام، فخلاص دي بقت فرصته علشان يشتغل على العلاقة دي. تمام، حس ان هو انتصر وقدر يسيطر على العلاقة ويكون متحكم في العلاقة، لان انت ممكن تكون تعبته في اول العلاقة، او هو تعب علشان يوصلك في بداية العلاقة. تمام، يعني لان الشخص ده كان هيموت عليك في الاول، او كان عايزك باي شكل من الاشكال، لكن دلوقتي خلاص طبعا لما ملكك خلاص ما بقاش فيه اي لازمة، بقى عنده انطباع ان خلاص يعني ما بقاش فيه بقى مجال ان هو يبذل مجهود. تمام، وفي نفس الوقت هو عنده انطباع ان انت لو قلبك موجوع او تعبان منه او متضايق منه هتحاول معاه طول الوقت، او مش هتخلى عنه، او مش هتسيبه. زي ما قلت لك الشخص ده في بداية العلاقة كان هيموت عليك وما كانش عارف يوصل لك ازاي، بس هو مسكتش، هو عمل خطة. تمام، شايفة ان في ذكاء في العلاقة دي، او الشخص ده قدر ان هو يوصل لك بذكاء، كان هدفه يغير لك حياتك ويخليك مركز عليه طول الوقت، يبقى هو محور الكون بالنسبة لك، يبقى هو محور اهتمامك، لان انت ممكن تكون كنت بتتعامل معاه في فترة من الفترات بغرور، فهو كان عايزك ان انت يعني يتحكم في غرورك ده وتقع في حبه، وفعلا ده حصل. مجرد ما وصل ليك خلاص يعني طلع القديم والجديد عليك. لان برضو خلي بالك هو غير من نفسه عشانك، او غير من طباعه عشانك، او عمل في نفسه حاجات كتير جدا عشانك او عشان يرضيك، وتعب وبذل مجهود كبير جدا في العلاقة دي. تمام، فهو شايف بقى ان هو خلاص دورك دلوقتي ان انت بقى تشوف اللي هو شافه، او ان انت تتوجع زي ما هو اتوجع، او ان انت تتألم زي ما هو اتألم. شايفة ان الشخص ده ممكن حد قبلك، ممكن يكون يعني ممكن يكون هو بيعمله معاك ده نتيجة علاقة سابقة، في حد قبلك طلع عينه، تعبه، وجعه، اتسبب له في مشكلة. فيعني الشخص ده شوية يعني زي ما يكون كده بيطلعوا عليك، فشايفة ان الشخص ده مريض نفسي شوية، او عنده بعض الامراض النفسية بسبب مشكلة ما كانت عنده قبل كده في الماضي. طيب الشخص ده برضو غامض معاك شوية ومخبي عنك حاجات كتير جدا جدا. هنكمل نشوف الرسائل، بقية الرسائل ايه. طيب
الشخص ده حاسس ان هو من غيرك هيغرق، هيضيع. هو عارف ان هو يعني جه عليك كتير، او عارف ان هو اتعدى الخطوط الحمراء معاك كتير، او هو اذاك كتير، او هو وجعك كتير. لكن برضو عارف ان هو من غيرك هيضيع. من غيرك مش هيبقى مرتاح، مش هيبقى مبسوط. بيراقبك، بيغير عليك، بيدور وراك، دايما مركز معاك، دايما يعني بيحاول ان هو يعرف تفاصيلك، عينه عليك. شايفة ان هو كمان ممكن يكون لو انت بتتواصل معاه بيتعمد تعليق رسايلك. تمام. بيحاول ان هو يضايقك، ما يردش، يتجاهل. هو عارف ان هو بيعمله ده مش صح. تمام. بس مضطر ان هو يعمل كده، وهو عارف، خلي بالك، ان هو جايب اخرك وعارف ان انت تعبت بسببه، وهو كمان تعبان. تمام. بس في نفس الوقت هو بيضغط عليك عشان عارف ان انت بتحبه، وان هو مهم بالنسبه لك، وان هو حاجه غاليه جدا بالنسبه لك، وان هو مهما اتصرف معاك كده انت هتفضل باقي عليه وهتفضل متمسك بيه. تمام. خلي بالك الشخص ده ممكن يكون حاول يتغير كتير، او حاول يغير من نفسه كتير، بس كل ما بيحاول ان هو يغير من نفسه بيلاقي نفسه بيتعامل معاك بالطريقه دي، وهو مش عارف هو بيعمل كده ليه. تمام. مش فاهم سبب تصرفاته دي ايه. تمام. هو حقيقي 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 عارف ان هو هيغرق من غيرك، متعلق بيك جدا. وزي ما قلت لك اوقات كتير جدا بيلوم نفسه، بيأنب نفسه، بيبقى زعلان من اللي هو بيعمله معاك او من التصرفات اللي هو بيعملها معاك. بيتمنى ان انت ما تسيبهوش، ان انت ما تبعدش عنه، خايف من رحيلك، لان هو عارف لو سابك هيخسر كتير، وهو مش مستبيع. عارف ان هو بيتعامل بطريقة وحشة معاك، بس هو من جواه مش وحش، نفسه يبسطك يريحك، بس مش عارف يعمل ايه. عارف ان انت اتوجعت بسببه، بس هو عايزك تفهمه، تحس بيه، عايزك تتمسك بيه زي ما هو متمسك بيك. الابراج اللي ظاهره قدامي: القوس، الجوزاء، الحمل، الحوت. طيب هنشوف بقى الرسائل الاخيره كده. شايفه ان الشخص ده لما بيلاقي حد حواليك بيتضايق. هو شايف ان انت حاجه ملكه، وفي نفس الوقت هو شايف في الوقت الحالي ان انتوا الحل الوحيد ان انتوا لازم تاخدوا بريك من بعض، كل واحد يبعد عن التاني شويه، يراجع نفسه، يراجع حساباته. لو عايزين العلاقه دي تكمل، كل واحد يراجع نفسه ويراجع حساباته. شغفه عالي جدا جدا عليك، رغبته قويه جدا جدا فيك. عنده شغف، عايز يرجع، عايز يتواصل، عايز يتكلم، بس زي ما قلت لك هو شايف ان انتوا لازم تاخدوا بريك من بعض، لازم كل واحد يبعد عن التاني شويه، وتحاولوا ان انتوا تراجعوا اوراقكم او تراجعوا حساباتكم تاني. تمام. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو. باي باي.